السلام عليكم، معكم علاء في فيديو جديد. النهارده هنتكلم عن مباراة الاهلي والسياتل الامريكي بعد الفوز على اوكلاند سيتي. بعد فوز الاهلي على اوكلاند سيتي 3-0 في المباراة الاولى في كاس العالم، توجه الاهلي الى ربع النهائي والذي سيقابل سياتل الامريكي. طبعا هتكلم النهارده عن التشكيل المتوقع ونقاط القوة والضعف في سياتل الامريكي وبعض الحاجات كده عن الماتش. موعد المباراة ستكون مباراة الساعة 7:30 بتوقيت مصر على ملعب طنجة، هتلعب يوم السبت. يبقى سيلعب المباراة يوم السبت الساعة 7:30 في ملعب طنجة. نقاط القوة في سياتل الأمريكي يضم بين صفوفه لاعبين مميزين، منهم مهاجم الكولومبي صراحة لا أعرف اسمه، بس بيضم لاعيبة كويسة جدا. وكان يضم لاعب بيلعب كان نيكولاس لوديرو، هو كان نجم أكس، بالإضافة إلى أنهم لديهم حارس مخضرم ولديهم مدرب على أعلى مستوى من التدريب. المدرب كان لاعبا في صفوف الفريق، ثم انتقل الى ان يكون مساعد مدرب في الفريق، ثم اصبح المدرب حاليا لهم. هذه هي كانت نقاط القوة في سياتل الامريكي. التشكيل المتوقع لماتش الاهلي: اكيد الشناوي في حراسة المرمى، على اليمين محمد هاني اللي عمل ماتش صراحة روعة في الماتش اللي فات بتاع اوكلاند سيتي. خط الدفاع محمد عبد المنعم اللي ما اختبرش صراحة ولا هو الشناوي وجنبه طبعا هيكون محمود متولي. على اليسار علي معلول. خط النص هتلاقي ديانج اللي عمل ماتش حلو، ديانج وحمدي فتحي وعمرو سولية على اليمين، الشحات على اليسار، عبد القادر قدام شريف.